هنتعرف على حكاية الفنان أحمد راتب مع كتاب شمس المعارف، كتاب السحر الأسود. ولما ظهر له خادم الكتاب عمل إيه وإزاي يتعامل معاه وإزاي اتخلص من الكتاب وإيه اللي حصل لما أهداه لدار الكتاب. كتاب شمس المعارف من أشهر كتب السحر الأسود اللي لو الواحد قرأ فيها لازم يتصاب ويحصل معاه حاجات غريبة، ده غير إن حياته بتتقلب رأسا على عقب إلا من رحم ربي. وبالمناسبة الكتاب ده ممنوع من النشر بسبب خطورته الشديدة جدا. فالفنان أحمد راتب حكى لحسين الإمام عن حكايته مع الكتاب ده وقال إنه عاشق للكتب وكان بيحب اقتناء الأشياء الأثرية والحاجات النادرة والقديمة مش الكتب بس. فحكى في بداية مشواره الفني كان بيصور أحد الأعمال الفنية في دبي، فسأل أحد الزملاء هل في هنا مكان بيتباع فيه حاجات قديمة؟ فالراجل قال له أنا عندي مكتبة فيها كتب أثرية ونادرة جدا بتاعة والدي. انبهر جدا أحمد راتب، ما صدق إن هو يقول له الخبر السعيد ده بالنسبة له وزاد فضوله وقال له أنا عايز أجي معاك أشوفها لو سمحت لي. الراجل أخده معاه للمكتبة وهو بيقلب في الكتب لفت نظره كتاب قديم وشكله غريب جدا ومميز، صفحاته كانت صفرة. فالراجل لقى في عين أحمد راتب الاهتمام بالكتاب والانبهار، فقال له إن ده كتاب نادر جدا ودي النسخة المعربة الوحيدة الموجودة معاه، وقال له إن كل الكتب المعربة اتصدرت لأنه كتاب سحر أسود وممنوع اقتناؤه. فالراجل أهداه الكتاب وحطه أحمد راتب في شنطته وقال إنه لما يفضى ويروق هيقراه. والغريبة في الوقت ده فضلت الأعمال تتوالى عليه وزادت عليه الأعمال الفنية برغم إنه كان لسه مبتدئ ولسه في بداية مشواره الفني ولحد دلوقتي لسه ما قربش للكتاب. وفي أحد المرات وهو في عربيته ورايح يصور طلع من تابلو العربية الورق اللي هيشتغل عليه في الدور اللي رايح يأديه، ففجأة لقى في المراية راجل شكله غريب جدا بيبصله وبيبتسم وبيبصله بصة غريبة. بص أحمد راتب وراه علشان يشوف الراجل ده، ما لقاش حد. المهم ان احمد راتب وصف الراجل ده وقال ان كان جسمه ضخم رياضي وشعره اسود وطويل وشكله مرعب جدا. عدى احمد راتب الموضوع وما حطهوش في دماغه، ولكن في احد المرات والفنان احمد راتب متعود انه يبص في المرايه علشان يشوف الرياكشنات والتعبيرات وهو بيمرن نفسه على الدور اللي رايح يأديه، فشاف الراجل ده نفسه في المرايه وكان بيبص له وبيبتسم له بنفس الابتسامه المريبه. المهم انه اترعب جدا وخاف، بدأ أحمد راتب ينهار وأعصابه تتعب. المهم إنه برضه عدى الموضوع، وفي أحد العروض المسرحية لقى أحمد راتب نفس الراجل قاعد في الصف الرابع في الصالة وبيبصله نفس البصة. وفجأة اختفى الراجل ده، ولما سأل أحمد راتب أحد العاملين في الصالة عن الراجل اللي كان قاعد في المكان ده قال له إن الكرسي ده فعلا كان محجوز لكن صاحبه ما جاش. وتكرر معاه الأمر ده لرابع مرة في إحدى ماتشات الأهلي في الاستاد، فالأهلي جاب جول وطبعا بصورة طبيعية تفاعل أحمد راتب مع الشخص اللي جنبه، والمفاجأة بقى إنه شاف نفس الراجل جنبه. قال لأ ده في حاجة بقى مش طبيعية، فافتكر كتاب السحر الأسود وربط كل اللي بيحصل له بالكتاب، فاتصل بالراجل اللي اداله الكتاب فقال له طب أنا هسأل أبويا وهرد عليك. وفعلا بعد كام يوم الراجل رجع اتصل بأحمد راتب وقال له إن ده خادم الكتاب وهو مش مؤذي. ارتبك أحمد راتب جدا من الكلام اللي الراجل قاله له وبقى مش عارف يعمل ايه، يتخلص من الكتاب ازاي، لو حرقه اكيد هيتأذى. فقرر أحمد راتب انه يهدي الكتاب ده لدار الكتاب، وفعلا حصل واهداه لدار الكتاب، ولكن حصل حريق بعد كام يوم في الدار. سأل أحمد راتب عن الكتاب، عارف ان الكتاب ملهوش اي اثر، كان الكتاب اختفى.